أهلا بيكم في كورس المنتور تريدر. النهاردة هنتعلم حاجة مهمة جدا تساعدنا وإحنا بنتداول علشان نكون بنلاقي ربح أفضل. اتكلمنا قبل كده عن السبورت. النهاردة هنتكلم عن منطقة الريزيستنس أو مناطق المقاومة على الشارت بتاعتنا. أنا فاتح مع حضراتكم الزوج بتاع الدولار الكندي قصاد اليورو، الكنديان دولار قصاد اليورو، وخلينا نشوف مع بعض كده زي ما انتوا عارفين وفاهمين كويس قوي ببساطة انه الشارت اللي قدامنا ده بيعكس تحرك السعر عمال يتحرك، يصعد يهبط، احنا فاهمين الموضوع ده، يصعد وهكذا. طيب الأول محتاج أفهم يعني إيه مقاومة؟ المقاومة هي المنطقة اللي فيها السعر بيبتدي يتحرك صعودا يوصل ليها ويقف، وبعدين نلاقي إنه يبتدي ينزل، وبعدين يرجع تاني يطلع يقف، بعد كده نلاقي إنه يبتدي ينخفض تاني. فبالنظر كده لو احنا بصينا على الشارت اللي قدامنا هنلاقي مثلا ان عند النقطة دي السعر كل ما يطلع بيخبط وينزل. احنا ممكن نطلع نقط لا نهائية من مناطق المقاومة، لكن هوري حضراتكم ازاي نقدر نطلع منطقة للمقاومة ثابتة نقدر نتداول عندها. بس الاول خليني اوريكم يعني ايه السعر بيوصل لنقطة وينهبط، زي السعر دي، زي النقطة دي وصل عندها السعر وانهبط، زي مثلا النقطة دي. شايفين السعر كان طالع من هنا اهو، طالع وصل للنقطة دي وبعدين انهبط او هبط زي النقطة دي. كل دي نقاط مقاومة، نقاط بتزق السعر للأسفل زي ما انتم شايفين ازاي كل دي نقاط السعر عمال يرتد منها هبوطا. ده مثل بسيط، واخدين بالكم؟ حلو جدا. طيب ازاي اطلع منطقة المقاومة عشان اتداول عليها؟ بنيجي مع بعض في الرسم بتاعنا اهو تحت، لو انت بتستخدم موبايل او كمبيوتر او لابتوب، وتروح على المستطيل او الريكتانجل اهو الشكل دون وتدوس عليه، وهتبتدي مع بعض نحدد منطقة المقاومة. يبقى احنا الأول حددنا نقاط المقاومة بشكل سريع اللي عليها الأسهم الخضراء، دلوقتي هنحدد منطقة المقاومة. جميل جدا. تعالوا نبص بالنظر كده، شايفين السعر بيوصل لغاية فين؟ أقوم واخد أول نقطة من عند آخر منطقة السعر بيوصل لها، وفي نفس الوقت بالنظر أنا شايف كده بعينيا إن السعر عمال يوصل لحتة ويرتد، فهحط أول نقطة هنا وابتدي أشد. شايفين؟ أقدر أقول إن دي كده وأقوم طالع لغاية أعلى نقطة وصل لها السعر اللي هي هنا وهنا، وأقوم واقف كده. شايفين كده؟ دي شكلها منطقة مقاومة كويس. إزاي؟ خليني أوري حضراتكم. السعر كان هنا وطلع خبط هنا، مظبوط؟ جميل. طب وإيه تاني حصل؟ بعد كده هبط السعر وقام نزل تاني، طلع خبط تاني هنا. حلو جدا، جميل جدا. وهكذا هتلاقوا السعر عمال يتذبذب. شوفوا نزل لغاية هنا، وبعدين ايه اللي حصل؟ بعدين طلع لغاية لما وصل هنا. واخدين بالكم كام نقطة؟ يبقى زي ما احنا شايفين ادي نقطة
التانية، التالتة، الرابعة، الخامسة. شايفين عدد النقط اللي أنا عملت عليها دوائر زرقاء دي؟ 6 والسبعة، وهكذا. السعر عمال يتذبذب لغاية لما دخل جوه المنطقة شوية، وبعد كده ارتد تاني اهو، وبعد كده نزل تاني. واخدين بالكم؟ فإذا دي منطقة قوية، يبقى احنا كده شفنا مع بعض ازاي برسم منطقة المقاومة، ازاي بحدد نقاط المقاومة، ازاي السعر بيرتد من عندها. ولو لاحظنا وقلنا تعالوا نشد المنطقة دي زي ما هي كده ونشد، هنلاقي شوفوا ايه اللي حصل. السعر فضل مكمل يرتد لغاية لما جه في لحظة كسر المنطقة ورجع تاني، نزل تحتيها زي ما انتوا شايفين، وبرضو رجع السعر تقريبا بيرتد من عندها. طيب إذن عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول دلوقتي ازاي ادخل صفقة بالمنطقة دي، ازاي ادخل صفقة اعتمادا على المنطقة دي. زي ما قلنا ازاي حددنا المنطقة، خلاص اتكلمنا عليها. ندخل صفقة بمنتهى البساطة لما لقينا ان السعر ارتد كذا مرة من المنطقة دي. ممكن اجي عند المرة اللي حاصلة هنا والسعر لسه في المنطقة دي عمال يتذبذب، وهم قايل له انا هاخد صفقة هبوط من هنا. لما يكون السعر كان واقف هنا اخد صفقة هبوط هنا، ومكسبي مثلا كده، ووقف الخسارة بتاعتي مثلا هنا كده او فوق كده. كان ساعتها هكون كسبت الفرق ده كده كله. واخدين بالكم؟ ده سريعا منطقة المقاومة او الريزيستنس ليفل، وازاي اكون برسمه، وازاي اكون بحدده، وازاي اكون باخد صفقة عليه. شكرا ليكم، انتظر دايما اي اسئلة ليكم. ابعتولي، اكتبولي في الكومنتات، تواصلوا معايا في قناة على التليجرام مجانية، هتلاقوا كل الروابط. شكرا لحضراتكم.